ناس كتير بتسأل ازاي انجح لما اسافر. اولا عشان تنجح لما تسافر، اول ما توصل البلد اعتبر نفسك اللي انت اتولدت من جديد. ابدأ حياة جديدة، اشتغل على نفسك، انجح، استثمر، افتح مشروعك، اشتري بيت، اسس حياة مستدامة في البلد اللي انت هتوصل ليها. تمام؟ وبعد ما تأسس حياة هتحس ان دي وطنك، زي كندا، امريكا، اوروبا، افريقيا، استراليا، البرازيل، الارجنتين، ايا كانت الدوله لما تتولد فيها من جديد هتنجح فيها. مش شرط ماديا بس، معنويا ونفسيا. في ناس كتير بتسافر وتترك بلدها عشان الحاله النفسيه بتاعتها. هم مش عاوزين يبقوا اغنياء واو، لا، في ناس بتدور على الراحه النفسيه. تمام؟ فانت اشتغل على نفسك لحد ما تنجح في البلد دي. تمام؟ الوطن يا جدعان مش بس بلد الميلاد، في فرق بين بلد الميلاد اللي انت ما اخترتهاش والوطن. الوطن هو اللي بيديك حقوقك من غير ما تطلب، هو اللي بيديك كل شيء من غير ما تطلب، بيديك خدمات عامة قدامك من غير ما تطلب، بتروح تخلص المصالح بتاعتك من غير ما تطلب. ابنك كبر وبقى كويس وبقى راجل وعاوز يخش شرطة بدون واسطة بمجهوده، عاوز يخش نيابة قضاء بدون واسطة، حتى لو ابن عامل نظافة بيخش في البلاد المحترمة بدون واسطة بمجهوده باختباراته بعقله. تمام؟ لما تروح بلد محترمة ايا كان هي، اسس حياتك فيها من اول وجديد، وابن حياتك ومستقبلك اللي انت هتعيش فيه. وبالاخص في جميع دول العالم، اكتر من 33 دولة انا سافرتهم، هتلاقي اللبنانيين والصينيين من اغنى اغنياء البلاد. تمام؟ بنسبة كبيرة فيهم، يعني عشان بدأوا حياتهم وأسسوا حياة جديدة في البلد اللي هم راحوها. يعني زي ما جم البرازيل هنا رقم واحد في التجارة اللبنانيين، الله يزيدهم يا رب. تمام؟ فاللبنانيين بيأسسوا حياة من، يعني دلوقتي يعني أجدادهم لبنانيين. تمام؟ فهم بيأسسوا الحياة على هذا الأساس، اللي أنت توصل للبلد جديد، ما تقعدش بقى تشتغل عشان تحول مصر، تشتغل عشان تبني. استقر في البلد وعيش حياتك، عشان العمر اللي بيروح منك وسنين الغربة اللي بتروح منك زي ما انت بتقول، أسس حياتك فيها. أي بلد تروحها ابدأ فيها أكنك لسه مولود. البلد اللي تديك حريتك وتديك حقك هي دي الوطن، غير كده كلام فارغ. سلام.